افتكر معاك اول مره انا وانت اتقابلنا امتى؟ دي ما انت مش هتفتكر طبعا. بس هي بالنسبه لي انا عشان اقول حق ربنا، عشان مش مصدق ان احنا قاعدين قصاد بعض. ده شرف والله. بس ده حقك يعني، الحمد لله رب العالمين. يعني ان كان يعني انت كنت صاحبي للبدايه واول حاجه كانت ربنا كرمني بيها في فيلم كابتن مصر. ايوه بس احنا قبليها ما كناش اتقابلنا. لا خالص، ولا في الكاستنج ولا في البتاع. لا خالص. انا اصلا لما رحت التصوير انا قاعد وانت كنت عمال تجمع الممثلين عشان يقعدوا يقروا. انا فاكر انت هتمثل معانا. اوكي. وانت دكتور شعراوي. ايوه صح. فانا عمال اقول اللي حواليا، اقول لهم المخرج فين؟ جوه. فقول لهم يا جماعه، ما قالوا لي اسمه معتز التوني، ما هو ده معتز التوني. اوكي. خدت وقت عقبال ما فهمت ده يعني. بس اللحظه بقى الحلوه، جم في يوم قالوا لي الاستاذ عايزك. فرحت، كان محمد امام وسلام وانت واقفين وحكيتوا لي المشهد، وبصيت قلت لي المفروض هنا بقى في حاجه تشده. ايوه. بس تبقى مش يعني حاجه عبيطه، حاجه ما تشدش خالص. اوكي. فانا قلت سندوتشات حلاوه بالقشطه. ايوه. فانت عملت كده قلت ايه؟ فانا قلت سندوتشات حلاوه بالقشطه بصوت واطي، خفت جدا. فقلت ما حلوه، انت اسمك ايه؟ اوتاكا. جميل قوي اوتاكا ده، يلا. انا ما بنساش دي. الحمد لله. الحمد لله. طب انت بدات الشغلانه ازاي؟ يعني انت اصلا تعال نقول انت بدات الحدوته ازاي؟ يعني انا العيال، انا من تانية ابتدائي عايز امثل. تانية فاكر ابتدائي؟ الجمله دي يعني رقم انت يعني عايز... انا مثلا اقول لك كنت عايز ابقى مخرج في ثالثه اعدادي. تانية ابتدائي دي انت أيوة. معلي الموضوع قوي. من ابتدائي انا عايز امثل. ليه بقى انا عايز امثل؟ انا مش عارف. اوكي. بس انا بتفرج على الفيلم معاهم، وكان بقى ساعتها في الفيديو والشرايط وكده والمسرحيات وكده، فانا قاعد ليل ونهار بتفرج، وبعد ما بتفرج بعمل كل حاجه في البيت. اوكي. يعني يجي اعلان فيلم كابوريا لاحمد زكي، يخلص الاعلان بقلد الاعلان. يخلص الاعلان لقوك حالق، يعني مبدئيا يخلص الاعلان لقوك حالق. انا اتضربت بالشبشب بسبب فيلم كابوريا ده. اوكي. لان انا الاعلان نزل، انبهرت بالاغنيه وانبهرت بالاعلان، ورحت عملت القصه دي من وراهم. برضو كنت جريء قوي، ما اعرفش عملت كده ازاي. اوكي. ورجعت البيت فرحان وطالع على السلم، انا في الكابوريا والحاجات دي. علقه. الشبشب اوف. وممسوك كده، وعلى الحلاق تاني شيل كله كده. بقينا كده. واتعاقبت في البيت. ده كان امبارح ولا ايه؟ بحس بقينا بالوضع ده امبارح. امبارح. بس انا بقى وكنت ارجع من المدرسه، اول ما دخلت المدرسه عشان كده بقول لك تانية ابتدائي. اوكي. كنت بقلد كل المدرسين بالطابور، بالطلبه، بالفسحه، بالجرس، بقلد اي حاجه. بس حصل موقف لذيذ كده، واحنا راجعين من اسكندريه في القطر، بس قعدت اقلد في مدرسه، كمدرسه عربي تقريبا او حاجه زي كده، بقلدها يعني باتقان رهيب جدا. فالعربيه بتاعت القطر اللي احنا فيها كلها كانت بتضحك جدا، وكله سايب اللي في ايده ومركز معايا جدا. والدي ساعتها، يعني والدتي بقى دلوقتي هي اللي بتعترف بالكلام ده. طب عندي سؤال، انا اسف. تفتكر كنت بتقلدها ازاي؟ لا مش للدرجه دي. اوكي. بس يعني فاكر ان كان في مثلا جمل شبه اللي مش هيحترم نفسه هشحوره. اوكي. دي معديه. الحاجات دي كانت جديده عليا جدا. أيوة. طبعا. وفي اداء كده والحاجات دي طبعا. الناس ضحكت، فهم شافوا ان انت في حاجه. العربيه كلها بتضحك جدا، فهو قال لها ده كانه واقف على مسرح. وانا هم في البيت حاولوا يموتوا الموضوع لغايه ثانويه عامه. اوكي. وانا مستني الثانويه العامه تخلص، عشان كده التعليم خلص. ورحت تجاره. ودوني تجاره بالعافيه. اوكي. يعني كانوا هم مهندليني على ان انا هيدخلوني المعهد، فعملوا لي التنسيق بتاع الناس كلها العادي جدا، وانا مستني المعهد. فجاي التنسيق كله التجاره، فانا ما رضيتش انزل اروح الجامعه فعلا خالص، وحلقت غضب. هو ايه حكايه الحياه؟ انت ليه دايما رابط شعرك بالموضوع وهو لا ملوش علاقه خالص، بس انا بحب الحلقه دي بالفن. بس انا بحسسها ان هي غضب يعني. ان في حاجه أوي. بس انا هي طب ما انا حالق كده ونازل عادي بصور، مفيش حاجه وفرحان. هي عجباني كده. بس انا كنت بحاول اعبر لهم عن غضبي في البيت، فان انا اقوم حالق كده انا زعلان يعني. اوكي. ووالدي قاعد يقول لي طب ازود لك المصروف، طب نحاول نعمل جمعيه ونجيب عربيه. ففي الاخر والدي قال لي بص، في مسرح في كليه تجاره طلع منه فؤاد المهندس، وطلع مش عارف مين، قال لي كده حاجات، قال لي روح مثل. اتثبت. فانا طبعا ما بصيت له كده، انا فاكره هو عايز ينزلني وخلاص. قال لي روح، وما يعني انا مش مركز في موضوع المحاضرات والحاجات دي. اوكي. روح المسرح بس خليك في تجاره. ماشي. رحت المسرح.